ميسا كارلا. كل سنة وانت طيبة وجميلة وطويلة وسريعة. ايه سريعة دي؟ يعني ايه سريعة؟ غزالة يعني. غزالة؟ انت مش شايف اللي انا عامله ده ولا ايه يا استاذ حماده؟ ماشي صحيح. آسف يا أستاذ عبد الحفيظ، بدت لك في القفص يا عم. ما تنكر لنا يخرب بيت وشك. مساء النور رامز، ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. مين الاستاذ اللي عندليب من يكون ده؟ انا الاستاذ عبد الحفيظ الغرباوي، مدرس. ده استاذ عبد الحفيظ من الاباء المشاركين في البرنامج ده، مكسر الدنيا. ولا انت بقى ما بتتفرجش برضو؟ لا، ما انا كنت فاكر ان انا شفته في حته قبل كده تقريبا في البرنامج. صح؟ انت صح. ايوه مظبوط. طيب ممكن عايزك على جنب ثانيه واحده؟ طبعا. ثانيه واحده على اذنك. هو مين الاستاذ؟ استاذ رامز خطيبي. فرصه سعيده يا فندم، اهلا وسهلا. ثانيه واحده. ما تسيبهمش لوحدهم. خطيبها اعمل ايه؟ خطيبها. كل سنه وانت طيبه، يا احلى حاجه في حياتي. وانا اسف، ما تزعليش مني. لا خلاص انا سامحتك، يعني طالما انت اعترفت بغلطك انا سامحتك خلاص. بس انت عارف لو عملت كده تاني انا هعمل ايه؟ والله ما هعمل كده تاني ابدا. امسكي. والله لطيف خطيبها، اذا جنتلمان. لطيف بس يعني مش فت، يعني عادي يعني. فت ايه؟ هما يلعبوا مع بعض ملاكمه؟ دول هيتجوزوا. مالك سوالفك علينا وعامل لنا فيها محمد جنديل وعمال تجرس فينا وفي الاخر الوجه خطف البنات. على فكرة بقى أنا قلبي حاسس إن هو في الآخر هيطلع أخوها في الرضاعة وهتحرم عليه اليوم الدين. يفرق عني إيه خطيبها ده؟ ها؟ نفس القميص، نفس القص الشعر، نفس البلوفر. انت بتكلمني انا؟ بفضفض معاك. البلوفر؟ اشتري واحدة. ايه يا استاذ عبد الحفيظ؟ في ايه؟ انت جايب تورته وبلالين وهدايا وكل ده، بس باخدها منك كده عادي. نصيب يا عم، نصيب. هنعمل ايه؟ انت حر بقى. سيبك بقى دلوقتي تشوفي مستقبلك عشان تنجحي، كسري الدنيا. وهرجع اخدك بقى عشان نعمل عيادات لوحدنا من غير الناس دي كلها. ملوش لازمه التكلفه دي. لا ليها لازمه مدام عشانك انت. يا عم عايز ايه؟ يا عم ناولني حته تورته، عماله اقول لك من زمان ولا انت معبرني ولا اي حاجه، حتى لو مش عشاني يعني عشان بس شكلك قدام الابهات. ما تتنيل، ده هو ما قدامك الحاجه. ايه يا هات تورته يلا.